بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من قناة الخير معكم أبو عبد الهادي، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين في كيفية تربية الفراخ داخل البطارية. وببدأ معاكم النهاردة اليوم يعني خطوة بخطوة كده إن شاء الله رب العالمين على هذا الصباح، بالنظافة. وأول ما بنخش المكان إن شاء الله رب العالمين بنسمي الله ونصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وببدأ أول حاجة يا أحباب، ببدأ أطلع الدرج بتاع السبلة بتاعهم، أطمن إيه السبلة بتاعهم في حاجة، في لون غريب أو في أي حاجة أو وابدأ أتأكد إن السبلة بتاعهم نظيفة ما فيهاش أي مشاكل، وابدأ أنظف وإن شاء الله رب العالمين أنظف أرجع لكم تاني على طول. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين الغاليين، وكده إن شاء الله رب العالمين أبقى نظفت بالطريقة ديت. حضراتكم أنا بقوم جاي مطلع الدرج منضفه، وبعد ما انضفه أحط فيه جير، اللي هو الجير المطفي عادي، هاخد منه كده. طبعا أنا عملت طبعا، بس أنا بوريكم أنا عملت إيه كده اهوت. وأطهر الدرج وأدخله تاني مكانه بالطريقة ديت على طول. يعني الإدراك كلها طلعتها بفضل الله ونضفتها، وبنضفها طبعا بإيه؟ بالسكاكين المعجون ديت أعزكم الله. وإيه؟ وأبدأ أرمي السبلة بتاعهم. المهم الكتكوت، شوفوا حضراتكم لما الكتكوت حس إن في نظافة، شايفين فرحانين ومبسوطين ومزاجهم كويس وياكلوا وتمام التمام، واخدين بال حضراتكم. وبرضك ايه، وما ننساش برضك الترطيب عليهم بايه؟ بالبخاخه اللي انا بقول لكم عليها اهيت ترطيب عليهم. درجات الحراره في المكان 30، فده ممتازه. زائد بقى ايه الحاجه اللي دايما على طول بحب اعملها، وحاجه جديده ما قلتلكوش قبل كده، انا مشغل في المكان مروحه. المروحه ديت عاملها بالنهار، بتبقى مروحة ترطب المكان. لما يبقى المكان فيه حرارة بقوم جاي مشغلها ترطب المكان، بتخلي المكان رطب وجميل. زائد السقف زي ما قلت لحضراتكم عازل اهوت، واخدين بال حضراتكم، عامله جو جميل 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 في المكان. وكده الفراخ واخده راحتها ومبسوطه وكله تمام التمام. ويعني وانا داخل برضك كان في شويه ايه لحلحه منهم، بس لما رشيت ونظفت المكان الجو بقى جميل. زائد كمان انا راشش جير على الارضيه، بنظف ورش جير على الارضيه، وبحط برضك برش اهوت بالبخاخه ميه بزيت نعناع في المكان. بالطريقه ديت بتدي ريحه جميله قوي 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 في المكان اهوت، واخدين بال حضراتكم اهوت. وتلاقي الكتاكيت واقفه فايقه وتمام التمام وفل الفل ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. غرقهم، ما تخافش ما تخافش. لو درجه الحراره بره عاليه والمكان عندك فيه شويه حراره والمكان انت عازله، يعني برضك انت اقل من بره بكتير. يعني درجات الحراره عندي في قلب المكان اهي، بص ممكن نشوفها حضراتكم اهي، اقل من ال 30، اقل من 30 بدرجه او درجتين، واخدين بال حضراتكم. فجميل لما الاقيهم ملحلحين او كلام من ده وبتاع، ابدا ايه ان انا ارش عليهم وارطب الجو معاهم دايما في الحر. يعني ايه حاجه مؤقته وربنا سبحانه وتعالى بيعدي الدور على خير ان شاء الله رب العالمين. زائد المروحه ديت بشغلها احيانا طول النهار مروحه، واحيانا بالليل اقوم جاي عاملها شفاط، قلبها الجهه التانيه بتبقى شفاط، بتطرد الهواء السخن من المكان. ولكن ايه بيبقى ايه الجو جميل في المكان. وخليكم معايا ان شاء الله اخر الحلقه في حاجه مهمه جميله جميله، يعني ايه في العمر ده ببدا احطها للكتاكيت عشان بتظبط معاهم. لان المرحله ديت بيبقى مرحله احيانا ممكن يبقى فيه اسهالات، يبقى فيه إيه يعني الاكل بمرحله اللي هي مضاد السموم والحاجات اللي احنا بنحطها دي دايما على طول، انت واخد بال حضرتك. فبعد مضاد السموم احيانا بيبقى فيه شويه اسهالات، فيعني بتبقى احطها، يعني بحط الحاجات دي وقائيه يعني. فخليكم معايا لاخر الحلقه ان شاء الله رب العالمين بقولها لكم. طبعا انا ببقى سعيد والله ان انا ببقى بصور معاكم، وطبعا ببقى حاسس ان انا ليا اهل وعزوه
جديدة وجميلة. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، وهكبر بيكم ونكبر ببعض، وربنا يا رب يصلح حالنا ويوسع علينا جميعا ويسترها معانا يا رب، اللهم امين. ويجازي كل مجتهد يا رب، ويعطينا الطيب كله، اللهم امين. فتربية الفراخ يا احباب داخل بطارية، والله يا جماعة مشروع ناجح 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 ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظافة، انت ما بتاخدش وقت في النظافة، مفيش بالظبط 10 دقايق، غير انك انت لما بتربي على الارض ب... بتبقى بتبقى عامل يعني بيعمل فيه البراز بتاعهم والميه بتاعتهم والقرف بتاعهم والحاجات دي كلها، تعمل امراض كتيره، والكوكسيديا بتنشط والامراض بتنشط والحاجات دي بتنشط. ولكن يعني كده افضل، يعني ايه، اجمد وجيب لك بطاريتين ثلاثه كده ورب فيهم، وربنا يرزقك ويرزقنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. فطبعا التربيه في قلب البطاريه ممتازه يا جماعه ما شاء الله. انت طبعا تحب المكان يبقى نظيف ودايما على طول في نظافه. بصوا حضراتكم حتى كمان يعني السقايه بيبقى فيه جردل كده بيتحط فيه الميه، ونازل بالماسوره بتاعه، ونازل على ايه القباض ديت، وتلاقي الفرخ ما شاء الله يشرب بنظافة. يعني هو رايح كأنه سمعنا، هو ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يشرب بنظافة ويتبرز، البراز بتاعه بينزل تحت في الشبكة من تحت. يعني بقى ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتبقى بعيدة عن الأمراض كتيرة. وطبعا الحارس هو الله سبحانه وتعالى طبعا. والحاجة بقى الجميلة اللي مش عاوز أطول عليكم وأقولها لكم، اللي أنا قلت عليها أقولها في آخر الحلقة إن شاء الله رب العالمين. بحب احط بحب احط حضراتكم ايه الفلاجيل في العمر ال10 ايام دولت، ومن اول 10 ايام وال11 وال12 يوم. طب بحط 3 ايام فلاجيل. السقوة بحط سنتي على اللتر، سنتي على اللتر لمدة 12 ساعة، لمدة 3 ايام. ممتاز 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 يا جماعة. حتى كمان مطهر، شوفهم هتلاقوا مكتوب عليه مطهر معوي ومضاد للطفيليات، واخدين بال حضراتكم. فيعني بينظف مصران الطائر ولو في اسهالات او في فطريات او في اي حاجه، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه رائعه عن تجربه والله يا جماعه. خيركم من تعلم العلم وعلمه. ففي الفتره ديت طول ما انت بتنظف مصران الطائر، الطائر نفسه مفتوحة بياكل، مفيش أي أمراض مفيش أي حاجة. فما شاء الله تبارك الله الدنيا تبقى ماشية كويس. فيعني أتمنى إن أنا أكون فدتكم وسعيد بالوقت الطيب اللي أنا بقضيه معاكم، وربنا يرزقنا ويرزقكم الهنا والسعد يا رب، اللهم آمين. ويعني طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده شرف ليا طبعا، و... وتفعيل زر الجرس واللايكات والشير. وأتمنى لكم كل الخير يا رب من كل قلبي. كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.